النور والسرور عليكم جميعا. كيف الحال؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعكم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. الأصل أن أكون بينكم اليوم في بغداد، ولكن كتب الله سبحانه وتعالى أن يتأخر موعدي للذهاب إلى بغداد. لما وكيف اليوم فهمت، هذه الليلة فهمت أنا لما كان لازم أظل في كربلاء. وأضف إلى ذلك أنه كنت سأغير الفندق، ولكن ظليت في نفس الفندق، وسبحان الله اجتمعت كل الأوقات وكل المعطيات لكي أظل في كربلاء الليلة، وأن ألتقي بالأخ راسم تونسي من باريس. لن تصدقوا لقائي هذا الليلة واليوم كيف هو عجيب 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 جدا. يعني زادني فخر أنني تونسية. طيب هو يتكلم فرنسي، لهجة تونسية، تعودتم على لهجة تونسية. راسم، كم عندك من شهر وأنت في الطريق؟ أنا إجيت. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب نأخذ القهوة أولا. الله يجزيك خير، مشكور. من أين نحن نأخذ القهوة؟ أين نحن الآن؟ نحن الآن في كربلاء. لا المكان، أكيد نحن في كربلاء، لسنا في ستوكهولم. هذا المكان ما اسمه؟ أريتكم إياه السنة الماضية. فندق ريحانة كربلاء. فندق ريحانة كربلاء، ونحن مقابل القبة الحسينية، شارع بغداد. شارع بغداد. لا يهبون علينا بعد، يأتون، تستضيفهم على حسابك إذا. قال أهلا بكم جميعا. أتشرف بكم جميعا. الله يحفظك يا رب، مشكور. عين الغطاء وعين الفراش. ما شاء الله، جملة جدا رائعة، سمعتها فقط في العراق، عين غطاء وعين فراش. حياكم من أينما أتيتم. حياكم الله وإياكم. الله يحفظك، مشكور أخي، مشكور. الله يجزيك خير. وأنا معازيم. الله يخليك، مشكور. حياك. شكرا لك، الله يحفظك. طيب أرجع مع الأخ راسم. الأخ راسم، عندك كم وقت وأنت في الطريق؟ 4 شهور. 4 أشهر. تصوروا 4 أشهر من الطريق، من أين إلى أين؟ هو جاء من باريس على دراجة هوائية، ومررت بألمانيا، أوتريشيا، هنغاريا، كرواتيا، مونتينيغرو، ألبانيا، غريس، تركيا والعراق، ذاهبا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مر بالعراق أراد أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، وقال لي ما كنت أعرف، يعني هو سني وذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدراجة الهوائية من باريس، وأراد أن يمر على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد نفسه عند الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء. ولم تكن تعرف أن هناك 40 أصلا؟ لا أعرف. لم يكن يعرف على الصدفة، يعني جاء بالصدفة، ولم يكن يعرف أن هناك 40، فجاء في فترة 40. ولما سألته ما هو شعورك وما هو كان إحساسك لما وصلت هنا ورأيت العراقيين وماذا قلت لي؟ العراقيون أكرم وأسعد وأطيب الناس اللي عرفتهم على كل الطريق في حياتي. سبحان الله سبحان الله. فهنيئا للعراقيين، هذه شهادة أيضا تونسية أخرى. والله. والله. فسبحان الله، يعني ما زال لك الطريق، ما زال الطريق. أي نعم. فنداء إلى كل السلطات العراقية أن تسهل على الأخ راسم إن شاء الله خروجه من العراق لكي يذهب إلى زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله